بالرومينج، التليفون بتاعي الرومينج، فاتح السبيكر وبعمل لقاء مع واعمل وانا بتكلم انجليزي كويس، فبعمل لقاءات حتى مع الغنيين في الشارع. what do you expect about the match today, Egypt will win or Cameroon will win the African Cup. يعني عملت رساله محترمه، رساله حلوه قوي قوي. وكان مش عارف مع السواق الاتوبيس ومع الجماهير في الشارع، جماهير غانا ما اعرفش اتكلم فرنساوي، وجماهير الكاميرون مش عارف ايه، وجماهير المصريه اللي معايا، كان معايا الفوج بتاع مصر الطيران، الاستاف كله، الطيارين والمضيفات فكنا شله حلوه، اتوبيسين فيهم مصريين حلوين. ودخلت الاستاد، هم كل ده فاتحين الخط معايا من مصر يعني طول ما احنا ماشيين 3 ساعات قبل الماتش. رجعت بعت فدان ارض عشان تدفع فاتوره الموبايل، مش مشكله. المهم ايه، وقبل الماتش رحت طالع من هناك وانا في المدرجات رساله: يا جماعه ده النهارده حاضر جوزيه مورينيو، كان ساعتها ماسك تشيلسي، وكان حاضر الماتش، بس ما عرفتش اعمل معاه لقاء لان انا كنت قاعد في مدرج كده جنبه. وحاضر مش عارف مين، وحكيت لهم التسخين والتشكيل وهنلعب ازاي. حلو ده الراديو، انت اديتهم الاجواء كامله خطيره. المهم ربنا كرمنا وكسبنا الماتش. جون ابو تريكه في اخر 7-8 دقايق. وبعد الماتش نزلت الملعب، انت عارف وليد مهدي كان منسق الاعلام المنتخب، فرحت نزل له كده، هم محدش يعرف، والدي ما يعرفش ان انا في غانا اساسا. نزلت له كده، كان المدرجات زي كده في حاجز ازاز، قعدت اخبط له على الازاز فشافني، فراح جايبني ايه، طبعا مش عارف انزل الملعب، فراح هو ايه وليد راح ماسكني وراح مدخلني واتكلم مع ناس بتوع غانا، ده ابن المدرب ومش عارف ايه. رحت نازل ايه الملعب بعد تسليم الجوائز، رحت نازل الملعب ورحت رايح لكابتن حسن: ايه انت ابني جابك هنا، انت مش عارف ايه. بس كان فرحانين وكده، واخدني بالحضن وقعدت ابوس فيه ومش عارف ايه. ورحت عامل لقاءات مع لعيبه مصر منتخب كلهم في الملعب، كلهم، ابو تريكه بقى، باحمد حسن، بالزيدان، بالحضري، بوائل الجمعه. محدش يعملها دي، فرحانين بقى. لا لقطه طبعا، ما هي بالصدفه. شوف ربنا مسهلها. ولقاءات بص مع الفرقه كلها وفرحانين ونبوس بعض يعني هم كمان طالع عندهم اللي انا ايه، انا نط فوق الحضري ووائل جمعه يا مبروك يا كريم، واقول له انت على اذاعه شاور الحمد لله، والجماهير المصري يعني. عملت يوم ورحت داخل بقى جوه فرحانين بقى، المنتخب عاملين نرقص، نقلت الاجواء، بس كل ده صوت مش تلفزيون يعني الاذاعه. ورحت اعمل لقاء مع هاني ابو ريده وكابتن سمير زاهر الله يرحمه، وعملت لقاء مع كابتن حسن وشوقي غريب، كله ما سبتش حد. فتحوا الهوا معايا حوالي، يعني الماتش خلص بعد الماتش ب3 ساعات، وانا ما بيتكلموش في التحليل، فاتحين معايا الخط من هناك، بجيب الفرحه والاجواء بتاعه البطوله. كسرت الدنيا طبعا. انا ما اعرفش بقى الرد الفعل، انا ايه بعمل شغل وانا فرحان كمان عشان والدي كسبان ومنتخب مصر بلدي وفرحان، وعاملين بطوله جامده جدا وبتاع، والبطوله الثانيه على التوالي بعد 2006، ففرحان جدا. وبعمل بقى شغل بضحك وبتهريج، وهرج مع مش عارف سيد معوض، وهرج مع وائل جمعه والحضري وابو تريكه. ابو تريكه جيلي كان يعني نفس الجيل ونفس السن، فكنا بنلعب مع بعض ضد بعض زمان في الترسانه، وفي الترسانه وانا في الزمالك، فعندي ناس صحابي كمان، ومتعب وكله يعني. فنزلت مصر، انا ما اعرفش بقى، نزلت من الطياره لقيت الناس، ده اذاعه بس البرنامج ده ساعتها جول كان طبعا كان مسمع، بتتكلم ما قبل الفضائيات. لقيت اسلام صادق قال لي: يا كريم انت عملت امبارح حاجه ما اتعملتش في تاريخ الاذاعه، ان احنا نعمل الاجواء دي وبشكل طبيعي بقى وتلقائي ومش عارف. انت رئيس الاذاعه كلمنا قال لك انا عايز الواد ده، رئيس الاذاعه بقى مش رئيس البرنامج، رئيس الاذاعه، انا عايز الواد ده معانا على طول، ده معانا على طول في كل سفريات منتخب مصر. انا كنت بطلع سفريات منتخب مصر، الناس فاكره اطلع عشان ابن حسن شحاته وطلع تبع المنتخب، انا كنت بطلع اللي انا بالاذاعه بفلوس الاذاعه والمراسل، فاهم؟ ما كنتش بتطلع عشان خاطر مع الكابتن حسن؟ لا بس ابنه، لا انا فاهم، بس لازم مش على حساب المنتخب ولا على حساب المنتخب، لا على حساب انا شغلي يعني. اذاعه شباب الرياضه. وبعد كده في حاجه اسمها كان رابطه مشجعين احد الشركات شركات الشاي الراعيه لراعيه المنتخب. بعد كده كانوا برضو جابوني ان انا اعمل لقاءات باسم الشركه غير الراديو. وبعدين شركه احد شركات المياه الغازيه، بس اقصد ان ما كانش بقى موضوع الناس بقى لازم تربط، تعرف بقى ناس هتقطع فيك وتخبط فيك، ده ابن حسن شحاته ومسافر وبيخش المنتخب. ينفع نقول اي حاجه غير انك شاطر يعني؟ ممكن نقول اي حاجه تانية يعني ابن حسن شحاته مسنود، بس هي خلي بالك جات لي يعني لوحدي، يعني هي انا ما درستش اعلام، بس انا عايش في مجال الكوره والناس كلها اصحابي، ولعبت مع اللعيبه بتاعه المنتخب لما كانوا في انديه. بس هو الممارسه اهم من الدراسه، او الاثنين بيكملوا بعض، بس انا بشوف الممارسه على الارض اهم. بالظبط. وانا طول عمري في المجال مع ابويا، وبحضر حاجات ولعيب، وفاهم قصدي. طب وبعد ما تعينت في الاذاعه؟ رجعت بقى، ما تعينتش في الاذاعه، هم عملوا معايا عقد، كان انا من خارج الاذاعه، بس عملوا معايا عقد بقى الشركه اللي هي كانت واخده البرنامج بقى. بعد كده ايه،
عملت بقى كل الماتشات، كان تصفيات كاس العالم بقى، ورحت الجزائر ورحت زامبيا ورحت ملاوي ورحت جيبوتي ورحت كل الماتشات بتاعت تصفيات كاس العالم. وبعدين خلص الموسم، استاذ مجدي كامل الشركه بتاعته اتغيرت، في ناس تانية جم اشتروا الفتره بتاعت الاذاعه بتاعت الماتشات صوتي تحليلي، ولقيتهم بيكلموني استاذ محمد شبانه طبعا كان هو المسؤول في الشركه دي، قال لي يا كريم احنا اخترناك تبقى مذيع، كان كابتن سيد عبد الحفيظ والعقد خلص، فانت هتبقى مذيع البرنامج، وسموه كوره اف ام، وهيبقى معاك كابتن نادر السيد انت وكابتن نادر السيد 2 مذيعين. حاجه كبيره جدا. التطور بتاعي كان سريع فاهم يعني. بعد يعني البطوله دي كانت في شهر 1 يناير، خلصت في فبراير بطوله افريقيا. كملت انا بقى بعد كده مع الماتشات المنتخب والتصفيات كاس العالم ومش عارف ايه، شهر 7. ايه ده يعني؟ ده مفيش 5 شهور 6 شهور او 5 شهور بالظبط، من شهر 2 ل 7 5 شهور. طب بسرعه جدا. عرضوا عليا بقى انا بقى ايه مذيع برنامج كوره اف ام بالمشاركه مع كابتن نادر السيد. حلو جدا. اتبسطت جدا طبعا، وعملنا البروموهات وتعاقدت مع الشركه ومش عارف ايه، وبدات اشتغل، بس كنت بذاكر جامد جدا بقى، الاذاعه صعبه طبعا، والحمد لله انا بدات اذاعه. انت عايز تنقل كل حاجه بالصوت، انت بتتكلم في كوره والناس مش شايفه، فانت بتحاول تبقى وصفك دقيق جدا وتحلل عشان الناس اللي قاعده مش شايفه، هي سامعه، فانت بتنقل لهم صوت بس اكنها صوره طبعا. فاجتهدت جامد جدا، واسلام صادق ساعدني بصراحه جامد قوي، وسناء الحلواني كانت مخرجه البرنامج كوره اف ام، وكابتن نادر السيد كان برضو ايه نجم كبير، فما كانش احنا بنقعد في الاذاعه 10 ساعات، يعني الماتشات بتبدا مثلا بتاعت الدوري الساعه تبدا 2:30، فالاستوديو بيبدا من 1:15 لحد اخر لغايه الساعه 11 بالليل.